السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبداو الموضوع ديالنا، إلا كنتي أول مرة كتشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، وتبعنا حتى على صفحتنا في الفيسبوك باش تبقى دائما على اطلاع بآخر المستجدات. يلا نبداو على بركة الله. اليوم غادي نشرحوا واحد من أهم الأساسيات في التسيير المقاولاتي والمحاسبة، وهو الدورة التجارية أو لو سيركوي كوميرسيال. هاد الدورة هي اللي كترسم لينا الطريق من نهار كيبغي الكليان يشري حتى النهار كيتخلص الفورنيسور وتخرج الفاتورة. تبعوا معايا هاد الستة ديال المراحل. المرحلة واحد وجوج مرحلة التفاوض. أول خطوة كتبدا من عند الكليان كليون اللي كيصيفط الضمون دو بري للفورنيسور باش يعرف الأثمنة والشروط. الفورنيسور كيجاوبو بدوفي اللي هو عرض تجاري كيبين فيه بشحال غادي يبيع ليه السلعة ولا الخدمة. المرحلة 3 تأكيد الطلب. إلا وافق الكليان على الثمن والشروط اللي في الدوفيو كيدوز للمرحلة الثالثة وهي البوند كوموند. هاد الورقة هي اللي كتأكد الطلب رسميا وكتخلي الفورنيسور يبدا يوجد السلعة. المرحلة 4 التسليم. من بعد الفورنيسور كيصيفط السلعة مارشونديز ومعها واحد الورقة مهمة بزاف هي بوند ليفريزون. هاد الورقة هي اللي كيسني فيها الكليان باش يقول بلي راح توصل بالسلعة ديالو كاملة ومزيانة. المرحلة 5 و 6 الخلاص والفاكتورة. في المرحلة قبل الأخرى كيجي وقت الخلاص بيمون، سواء بالشيك فيرمون كاش أو طريط. ومن وراها الفورنيسور كيخرج الوثيقة القانونية والنهائية اللي هي الفاكتورة فاكتور. هاد جوج مراحل كيكملوا الدورة التجارية وكيضمنوا الحقوق ديال الطرفين. هاد السيركوي ضروري يكون مضبوط ومنظم باش المحاسبة ديال الشركة تكون صحيحة 100%. وإلا بغيتوا تضبطوا الأمور الإدارية والمحاسباتية ديال المقاولات ديالكم، قناة لو كونطابل دائما معكم للتوجيه والمواكبة. تبارك الله عليكم.